غنواية لك في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة أقولها من البداية. معلش حاجة خلاص بقى مركز احنا. مع مين؟ احمد مركز. هنبقى نشوف عمرو تيزا يا عبير طيب صباح الخير تاني. صباح الفل. انتوا كل شويه تقدموا انتوا، طب ما ممكن اقدم عادي يعني على فكره يعني انا سوابق برضه في موضوع الاذاعه ده ممكن. يلا عشان نقدم كمان الفرقه الحلوه دي. ودلوقتي رجعنا من الفاصل و 3 2 1. احنا معانا فرقه جميله جدا من ولاد مصر، وهم مسميين نفسهم على اسم مصر، مسميين نفسهم ولاد بهيه. وحلو الكلام ده. ايه اللي انا بقولها دي بس وكده يعني. وهم بقى طبعا هيبتدوا يسمعونا حاجه، هتسمعونا حاجه في الاول ان شاء الله. مظبوط كده. كل سنه وانتم طيبين. شوف فرق المذيعين بقى اللي مركزين بقى كل سنه وانتم طيبين الحاجات دي. يا فاهم يلا كل سنه وانتم طيبين. ده صح والله مركزه جدا. يلا كملي انت بقى. لا هم اللي هيكملوا على فكره. هم مش هتغني؟ لا طب يلا. يا حكاية مصر يا غنواية ليكي في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة أقولها من البداية. يا حكاية مصر يا غنواية ليكي في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة أقولها من البداية. وعم عبد واقف يدندن يقول لو انت من اهل بلدي اكيد تلاقي نفسك تهفك من عم عبد على اكله حلوه، طعميه سخنه وفول مدمر. يا سيدي يا سيدي يا سيدي الله وغمس وغني غنوة بأعلى صوتك وقول يا مصر انت حرة. يا حكاية مصر يا غنواية ليكي في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة هقولها من البداية. جنود أطباء عمال أحبة، عالم معلم، الكل دايما في الشدة صحبة. اللي بيجري فاروق ناسي بيضم فينا ويخاوي فينا، والبهايم طاير فوقينا، الحان شقية فيها ينادينا. تجينا يا حكاية مصر يا غنواية ليكي في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة هقولها من البداية. يا حكاية مصر يا غنواية ليكي في قلبي ألف حكاية، منها حكاية جميلة وحلوة ولسه من حكاية. شاكرين يا اولاد بهيه. شفت الكلام بيدل ازاي على مصر؟ شفت الكلام؟ طبعا طبعا. الكلام الحلو ده ايه؟ جبتوه منين؟ مين اللي بيكتبه؟ الكلام دوت كاتبينه ولاد بهيه وملحنينه ولاد بهيه وموزعينه ولاد بهيه، وكان المسيب الاكبر فيه بهيه عبد العزيز. عبد العزيز انت من قلبك؟ يعني انا حسيت صوره بتتحرك قدامي وانتوا بتغنوا. شفنا فيديو يعني. هو الوصف ان انا لما بفتح الشباك بس بشوف صوره معينه. انا شميت ريحه الطعميه عامه يعني. الحقيقه فيلم العربيه الحقيقه. هو ده المطلوب الحقيقه. بس فحبيت ان انا اوصف الصوره اللي بشوفها على طول في الشارع المصري، فكره الحركه الدؤوبه اللي موجوده فيه وبيتحركوا بيروحوا فين، في شويه حاجات كده طول الوقت موجوده، حبيت اوصفها يعني. هو ده الشيء الاساسي، وحبيت اقول رساله برضو ان احنا
على الرغم من احنا تنوعنا واختلافنا اللي هو الايجابي ده، احنا في الاخر لما مصر بتعوزنا بنبقى حاجه واحده. كلام جميل جدا. عمرو، نعم. انت مذيع، اعمل ايه؟ على الهوا. انا دلوقتي على الهوا. قول اي حاجه. انت مشترك معانا دلوقتي. انت وريني يلا. فعلا دلوقتي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو انا طبعا اول ما بشوف كلمه فرقه والله انا بتبسط، لان يعني احنا اتربينا في المسرح، فاتربينا في كلمه فرقه. الفرقه دي يعني عمل جماعي، يعني شغل الناس كلها بتعمل كل حاجه. يعني الناس اللي قدامك دول انا متاكد ان ما انتش عارف مين بيشيل ايه، مين بيظبط للتاني ايه، مين بيساعد ايه، ما انتش عارف يعني. يمكن طبعا هو الاستاذ طبعا مدير الفرقه وممكن والمخرج بتاعها. ما فكرتوش تقدموا استعراض كمان يعني ولا كله صوره بس غنائيه؟ الجايه دي شوفوا كده الموضوع. شفت انا حسيت والله، قلبي حس والله، ده انا مش محضر والله ده كده. نسمع كده برضه يا خي. ماشي. طب الهند بقى بس غنوا كويس. احسن حاتم يعني بغير وعايز دي حاجه كوميدي. يلا كده برضو يا خاين تنساني، كان غصب عني يا بدري، كده برضو تروح لحبيب تاني، وانا مالي الحق عقلها فيه، قالت لي كلام احلى من وقالت لك ايه؟ قالت لي دمك شربها، قلت لها ايه؟ قلت لها اشربي منه شوية، وقالت لك ايه؟ قالت لي هواك في الستاحة، عندها حق. قلت لها ايه؟ قلت لها بلاش تحالي، وقالت لك ايه؟ قالت لي اخطبني يا شرباها، يا نهارك اسود. وقلت لها ايه؟ قلت لها انا خاطب بدري، بنت ايه خجايا كيف تاخدك بالسايكي، وانا اعمل ايه كان ويايا الجدع اللي اسمه مالوش ايه، وعملش ايه لما دريتي، طلعت زرابيني وعفريتي واصفرت زي ليمونة من كتر بكايا ونوحي، وبقيت زي المجنونة عمالة بكاين روحي. وقالت لك ايه؟ قالت على ايه جاتوني؟ هي قالت وقلت لها ايه؟ قلت لها بحب وما اقدرش. وقالت لك ايه؟ سكتت على طول ولا ردتش. ولما سكتت قلت لها ايه؟ مفيش علشان ما جالتش. حياتي عدم عنك ده ما كانش فيه على بالي، وانا طول السكه عامل هم مش مصدقاك. ولا داري بسلامة نية النبي. وكلامهم خش عليا، طبت بسلامة نية وكلامهم خش عليا. طب وقالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي الأقصر، وقلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه هي أقصر، ماشي. قالوا لك ايه؟ قالوا لي تتجوز على طول، قلت لهم ايه؟ كان والدي هيسقط من طوله، وقلت لهم ايه؟ قالوا لي اتجوز تتقدم،
رديت بايه؟ قلت لهم ما قادرش يلعب. قالوا لك ايه؟ قالوا لي هترجع تتندم. قلت لهم ايه؟ قلت لهم امري لله. وقالوا لك ايه؟ ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما خبرش ما فاكرش ما بقول لك فاكرش افتكر. ما خبرش تفتكر؟ ما خبرش. ماشي. حلو، ان شاء الله نشوف استعراض بقى في مسرح او كده باذن الله ان شاء الله. بنعمل احداث انه السنه دي تم افتتاح المسرح القومي، وده كان حدث كبير جدا جدا جدا، وعوده ان شاء الله لمسرح الدوله وروايات اتربينا عليها وقريناها ونرجع نشوفها تاني، ويبقى فيه اكسس، يعني يبقى فيه قدره لكل المواطنين ان هم يقدروا يحضروا المسرحيات الجميله في مسرح الدوله. تمام. طيب عمرو، عايز ارجع لك تاني، عايز اتكلم على ارجع ارجع ما تخافش. اخد السمسار. ارجع. انت بترجع في ايدك على فكره. انت هتاخدها. انا لقيتك قدامك في الغنى يعني خلاص يا سيدي. طيب عايز اعرف انت شايف بكره ازاي؟ شايف بكره زي الفل يعني. لونه ابيض، لون الشمس كده، ولون النهار الحلو اللي احنا فيه ده يعني. احنا كان عندنا غمه، كابوس، واتزاح، وكان عندنا دور برد وتعالج. لا لسه. الحمد لله. يمكن بص، انت بتباركلنا على المسرح وتقولي مسرح الدوله، انا بسميه مسرح الشعب، بسميه مسرح ناس، لان الدوله بتروح وتيجي، اللي هي الحكومات يعني بتروح وتيجي وتتغير كده او تتغير كده، المهم انها بتتغير. انما الناس العلاقه اللي بين الفن والمسرح والناس بتفضل موجوده. انا بشوف دايما الحاجه من خلال يعني اللي مصر مرت بيه، بشوف بكره عامل ازاي من خلال الناس وسلوكها النهارده عامل ازاي. الناس النهارده حست البلد رجعت لها، حست ان البلد بتاعتها، شايفه في مشاريع بتتفتح، شايفه في قرارات صعبه من جواهم عارفين ان هي ضروريه. احنا مش هنضحك على بعض، في حاجات، في دواء مر يعني لازم ناخده يعني، نبقى رجاله كده ونستحمله، نبقى كلنا يعني رجاله في يعني صح. علشان مفيش دوله لما تقري التاريخ، مفيش دوله ما مرتش المرحله دي. ماليزيا مثلا جت في سنه في مرحله كده، قالوا احنا ال6 سنين اللي جايين تعليم، هنصرف على التعليم، لان ده اللي هيصرف، اللي هينمي اي حاجه، هيطور اي حاجه. فالناس قالت طب والصحه والمواصلات والكذا، فقالوا لهم طب ما هو الصحه يعني دكاتره يعني التعليم، المواصلات يعني مهندسين وكباري وطرق يعني تعليم، صح. كل حاجه تعليم. كل حاجه تعليم. اللي قراره في ايده، مش مستني تنظيم دولي، مش مستني حد بيملي عليه، مش مستني شنطه الفلوس عشان يعرف هو يعمل ايه. خلاص بيعرف يتكلم وياخد قرار، ويتكلم مع اهله اللي هو احنا، وياخد قرار ويبقى مصدق فينا واحنا مصدقين فيه. بكره شبهنا، اذا كنا كويسين، اذا كنا ناويين نبقى كويسين، هيبقى بكره كويس. اذا كنا ناويين نتعامل باخطف واجري، لا يقدر يخطف حاجه يخطفها ويجري، خلاص يبقى هنرجع تاني للوقت اللي احنا كنا بنشتكي منه، بنقول ده فلان ده ما كانش كويس، ده كان في ناس عصابه بتحكم بلد، ده كان في مش عارف ايه. طب ما هو مين اللي سمح ده؟ غير شويه سلبيه، مين اللي سمح ده غير شويه جهل وتواكل. اعمل اللي عليا وبعدين سيبها على ربنا. هو ده المطلوب الفتره الجايه يعني. نجتهد ونشتغل ايدينا في ايدين بعض. نشتغل، هو احنا وناخد دور الزور عشان احنا نتكلم. يعني لو احنا اما اتربينا على ان اللي ما بيشتغلش مبقاش راجل، ودلوقتي الست كمان بقت راجل، بقت جدعه وبقت بتشتغل وتصرف على البيت وتساهم وتكون اسم وتكون مستقبل، لان ما حدش عارف المستقبل فيه ايه، ومش هتشترط زي زمان ان الواحده تبقى في اسمه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم يعني الواحده لا انا ممكن يعني استنى نصيبي. طب ما تقلقش هيجي. والله الحاجات دي مش مضمونه، بس لا ما تقلقش. بس ما يحفوش، بس الشباب ما تحفش عشان الحاجه على القد يعني. خد
ماشي. ف والله دي بشرة خير اهو يعني، الدخله دي كده دخلة خير والله. على فكره بشرة خير اخذت احسن اغنيه 2014 الحمد لله. على فكره بشرة خير اسمها نفسه حلو والموضوع حلو وروحها كانت حلوه قوي. انا مش عارفه الاغنيه دي بتعمل حاله لكل الناس بتسمعها، تحس انك عايز تدندن معاها. شوفي لما مصريين يشغلوا اغنيه وطنيه في الافراح. ايوه ده عبد السليم. هو هياخد مني الشوكولاته على فكره. وانت طيب ايوه عندك انت بقى، عندك انت الكيسه دي، الكيسه الحمراء دي. لا انا بحب دول، ما بحبش الملبن. لا ما بحب دول ضعيف. تعالى يا حاج انا تعبت من نفسي. انت راجل كبير في السن، عندك انت ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. انت كنت سبقت يا حبيبي. انت لسه هتوزع على حد من الرجاله ولا صايمين؟ صيام. ليه؟ استنى صيامي. طيب ماشي. والله صيامي فطوري. النهارده اديت لنا هدايا كتيره جدا واحنا مبسوطين ان حضرتك كنت معانا. خد يا عم خلينا معاك. يا سلام. واحنا مش هنديله هديه طيب؟ هتديله ده. انك تقعد من غير ايه الكيس ده جميل كده. الله جميل والله. وتاكل بس خير ربنا كتير ازاي؟ ميرسي يا كابتن على ان حضرتك جبت لنا النهارده. ميرسي انكم شرفتونا النهارده يا ولاد دهيه. يعني دايما بنستمتع معاكم باغانيكم. لا انت على طول كده. انت معانا. انت معاك الفليه وانا جبت الفليه. طب احنا عايزين نعرف كابتن، نتعرف عليه اكتر. ما تحكي لنا عنك كده يا كابتن والكلام. انت منين جاي ازاي؟ ابتدي بأجل حكاية. أنا أصل عندي حكايتين. الحكاية القديمة الحقيقية شو نبدأنا بقى عشان نسمعك كويس كمان. والحكاية الثانية. لا ما تتشالش دي. تتشال؟ بقى 4 سنين مربيها ما تتشالش دي. ما ينفعش نشيل الدق. لا او نشيلها لا لا علشان الصوت. عشان الصوت يطلع كويس. ايوه كده ده انا احكي لنا القصة الحقيقية. القصة الحقيقية كانت في القرن الخامس الميلادي. أنا كنت ابن أسرة غنية ودخلت الدير طرهبنت وفي سن 19 سنة رسموني كاهن. وأول عمل خيري ليا عملته لأن البلد كانت صغيرة. أنا من بلد اسمها ميرا في آسيا الصغرى. حاليا هي تعتبر في تركيا. البلد كانت صغيرة فكلنا كنا عارفين بعض. فكان في راجل من سكان البلد عنده 3 بنات. وفي الوقت ده يا نمس انت. ايوه والنمس. لا نمس قديم. الوقت ده كان برضو البنت او اهل العروسه بيساهموا في تكاليف الزواج. فالراجل الحقيقه ما كانش متيسر. انت قلت لي البلد دي فين؟ البلد اللي بتساهم دي فين؟ لا في تركيا لا مش عايز. اقول لك انا اروح لهند. يشيلوا كل حاجه. البنت بتجيب كل حاجه للراجل. تذكرتين هند ورود والحقيقه زي ما قلت لكم انا كنت من اسره ميسوره. فاخدت جنينات ده من والدي ووديتها للراجل ده بس بالليل علشان ما حسبتهوش باي احراج وعلشان ما حدش يعرف برضه ان انا بتحرك في البلد. الراجل كان عنده 3 بنات. بالنسبه للبنت الثانيه برضه حصل نفس الموضوع وديتها له بالليل. ثالث مره بقى كان برضه اتعرف في البلد كلها ان بنته هتتجوز. فالراجل فضل منتظر كل يوم بالليل يشوف مين اللي بيجيب له الفلوس الدنانير الذهب دي لغايه اما شافني والحقيقه الموضوع اتعرف. ده كان اول عمل خيري ليا بعتبره او اول عمل انساني. كان اسمك نيكولاوس. كان اسمه نيكولاوس فعلا. ممكن اديك عنوان تبقى تجيب لي حاجه. والدي كان اسمه ايبينوفاوس. ووالدتي اسمها تونة. تونه. ايوه تمام. يعني بعد الخير ده كله صفت على تونه؟ طيب القصة الثانية. القصة الثانية بقى الحقيقة سنة 1823 كاتب أمريكي حطني في قصيدة اسمها ليلة ما قبل عيد الميلاد.
على اساس برضه اني راجل ضحوك مبتسم بشوش يوزع هدايا بالليل على الاطفال. واقترنت القصه بشهر ديسمبر لان وفاه قديس نيكولاوس كانت في شهر ديسمبر. وسنه 1881 في رسام برضه امريكي اسمه توماس نيست، هو الحقيقه بقى اللي ابتكر الشخصيه اللي هي الحاليه، الدقن البيضاء والبدله الحمراء والوزن السمين والعينين الزرقاء والمفروض بقى كان مكان السكن في القطب الشمالي. المفروض بقى كانت الزلاجات بتجرها الايائل، ايوه، وخلفها الهدايا، وكان في البيت بتاع بابا نويل الاقزام هم اللي كانوا بيجهزوا الهدايا للاولاد. القصه طبعا دلوقتي حاليا معروفه طبعا بالنسبه لكل الناس وكده، وهو ده بقى شكلها. المهم هي قصة جميلة وشخصية بتخلينا كلنا نبقى مبسوطين وسعداء بأي حاجة بيجيبها بابا نويل. كل سنة وحضرتك طيب. طيبة. عمرو كل سنة وانت طيب. كل سنة وكل المصريين بخير. امين يا رب امين. كل سنة وانتم طيبين. واحنا طبعا هنختم معاكم بأغنية، بس اسمحوا لنا نختم ختام سريع جدا جدا ونختم معاكم بأغنية. اتفضل. تعمل ايه؟ ما هو عندك مذيع اختم يا بيه، كاميرتك اهي. اتفضل. انا معايا مايك معايا خد يا عم بتاع يا عم ادي ده بقى الشباب ورا. والله يعني كل سنه وانتم طيبين وكل مصر كلها طيبه. واحنا البيوت المصريه اللي هتلاقي حلاوه المولد جنبها بابا نويل جنبها شجره الكريسماس، احنا هنفضل كده، واللي مش عاجبه هو اللي يمشي. احنا هي دي مصر، وهو ده دمنا وهو ده طبعنا. بنحب الغنى وبنحب الفرفشه وبنحب الضحك وبنعرف نفرح نفسنا. احنا مش شعب نكدي، النكدي يعني يحل عننا بقى. يعني الغاويين نكد ملوش مكان هنا. يتكلوا على الله بقى يعني. يا رب 2015 ان شاء الله كده. انا حتى كاتب على الفيسبوك تبقى سنه جدعه كده يعني، وتبقى سنه زبادي كده يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين والفرقه طيبه، وكل الناس اللي ورا الكاميرا الجميله دي اللي تعبانه بقى لها كام يوم دي تبقى طيبين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب امين. كل سنه وكل مشاهدينا بخير وبصحه وبسلام ان شاء الله. مفيش وقت على فكره. النهارده اخر يوم في 10 الصبح، وبكره النهارده اخر يوم في 10 الصبح. مفيش وقت. مش سامع والله مفيش وقت. النهارده فعلا اخر يوم في 10 الصبح. بكره حاجه جميله. بكره ايه؟ مصر جميله ان شاء الله. اتفضل. اتفضل. Sutaita, United States of Gargir, come on here. وما كمنش لا مش جايب جنحة شوية شوية، مالك كده من سحراني زي الحيطة وقعد علي. لما عالجتك عييت انا، ولما قمتي وقعت انا، وكأنني وكأنكي وكأننا عايشين سوا. عشت الهوى من 100 سنة. يا سلام عليك اسمك جميل، ميرسي. وفي الحقيقة شكلك جميل، دكتور في غاية الدكتور. متشكر متشكر، حاطط في بقك سكر، وأنت كلك سكر. هي أحلى سكر ليه الحداقة، موت في نظرة واعمل خناقة. اوعي تقولي فين البطاقة، اوعي تقولي ورقص بطاقة. لو كنت انت في مطرح تخجل شوية أبدا وتستح. والله. ولو الغرام يعرف حياة، يبقى الغرام قلة حياة.